مرحبا بكم مشاهدينا في قناة دقة المعلومة. عزيزي المشاهد، عليك مشاهدة هذا الفيديو للأخير لتتمكن من حل لغزه. حلقتنا اليوم في تجربة فريدة هي الأكبر عالميا، تقنية أمريكية لإنتاج الحديد المختزل بمركب بلارة بالجزائر. ولكن قبل البدء في المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. دخلت صباح اليوم رسميا بمركب الحديد والصلب بلارة بالملية في ولاية جيجل وحدة الاختزال المباشر حيز الخدمة بعد الانتهاء من مرحلة التجارب الأولية بنجاح، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة الجديدة 2.5 مليون طن سنويا من الحديد المختزل بنوعية البارد والساخن. وبحسب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب، فإن هذه التقنية التي قفزت بالمركب إلى المراتب الأولى عالميا تسمح بإنتاج حديد مختزل بجودة عالية وبنسبة نقاوة 94%، وهي تقنية أمريكية حديثة جدا تم جلبها كتجربة فريدة في العالم، تسمح بخفض تكلفة الإنتاج وتوفير الطاقة وصديقة للبيئة، وبمعدل إنتاج يومي يساوي 7500 طن، ومعدل تشغيل يقدر ب8000 ساعة في السنة. واعتبر أحمد المهندي في تصريح لوسائل الإعلام خلال وضع هذه الوحدة حيز الخدمة أنها جاءت سابقة زمنيا للتوقعات، حيث إن تطور مردود الشركة خلال الفترة الماضية كان تحديا فعليا لبحث الانطلاق في المرحلة الثانية التي دخلت مرحلة الدراسة، حيث يعول على إطلاقها في غضون السنتين القادمتين بطاقة إنتاج 2.5 مليون طن. وسيمكن التطور الحاصل من فتح أزيد من 2300 منصب شغل. أما الأبعاد الاقتصادية فتستهدف الشركة تغطية السوق الوطنية بالكامل، فيما يتوقع تسجيل فائض ب20%. نهاية هذه السنة سيوجه للتصدير، حيث يرجح أن يضاعف الإنتاج بمليوني طن سنويا قبل سنة 2024 لتصبح طاقة إنتاج المصنع 4 ملايين طن سنويا. يذكر أن مركب الحديد والصلب بلارة بالملية بولاية جيجل وليد شراكة جزائرية قطرية بقاعدة 4951 وباستثمار يفوق 2 مليار دولار، يضم 10 وحدات إنتاجية استلمتها خلال ال3 سنوات الماضية، منها 3 وحدات للدرفلة ووحدتي أفران كهربائية ووحدة إنتاج الجير ووحدة إنتاج الغازات الصناعية ووحدة استقبال ونقل المواد الخام ووحدة معالجة المياه ومحطة تحويل الطاقة الكهربائية. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. شاركوني بآرائكم عن الموضوع أسفل الفيديو بالتعليقات. كانت هذه حلقتنا لليوم. وفي الأخير ضع تقييم للفيديو بلايك أو ديزلايك أيها البطل، فرأيك مهم جدا لنا. لا تمر بدون أن تضع بصمتك الرائعة. وصلوا على رسول الله. إلى حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا.